أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نتناول في هذا الدرس نص أدبي بعنوان الورد. طبعا هذا النص يدور حول الزهور وأهميتها واهتمام الإنسان بها منذ أقدم العصور. طبعا كان السبب الرئيسي لاهتمام الإنسان منذ أقدم العصور بالورد لغاية العلاج، حيث كانوا يستخرجون منه العقاقير الطبية لتداوي عند المرضى الذين يشكون من بعض الأمراض. طبعا كان هذا السبب الرئيسي لاهتمام الإنسان في القدم للورد. أيضا كانت هناك أسباب أخرى، منها كانت لاستخراج العطور، ومنها كان من يقدم الوردة للتعبير عن الحب، وأيضا في مجالس الشرب وما شابه ذلك. طبعا يعتبر أشهر أنواع الورد هو الورد الجوري. الورد الجوري سمي بهذا الاسم نسبة إلى مدينة جور، وهي مدينة تقع في بلاد فارس. هذا بالنسبة لأشهر أنواع الزهور، لكن أقدم أنواع الزهور وأكثرها شهرة منذ أقدم العصور كانت عند الصينيين منذ آلاف السنين، وهي وردة الشاي الشهيرة. هذه الوردة انتشرت على أصقاع واسعة من الأرض في كل بلاد العالم. سبب شهرتها وسبب الأهمية الكبيرة التي أعطاها لها الإنسان هي العناصر العلاجية التي اكتشفها كبار علماء الطب، منهم الرازي والكندي وابن سينا وابن النفيس. أيضا بالإضافة لهذه الأهمية كانوا يستخرجوا منها، تعتبر مادة أولية لاستخراج العطورات، وأيضا منهم من كان يشكل الباقات للزينة وما شابه ذلك. ومن ناحية الاهتمام بالزهور من حيث الدواء ومن حيث العطور ومن حيث الزينة، أصبحت هناك مدارس خاصة في بعض الدول عند دول العالم للاهتمام بالزهور، حيث كانت تدرس في هذه المدارس ولا زالت حتى هذا اليوم تدرس كيفية الاستفادة من الزهور وكيفية العناية بالزهور وما إلى ذلك من طرق العناية بالزهور والاستفادة منها. ننتقل الآن إلى الدرس وفحواه. الورد. اهتم الإنسان بالورد واعتنى به، وكانت هذه العناية منذ أقدم الأزمان، واستعمله الأطباء دواء ووصفوه لكثير من الشكات. وكان الورد يتخذ للتحيات في المجالس، بأن يقدم الساقي للنديم وردة أو غصن آس مما له منظر جميل ورائحة عذبة. وقد عرف الإنسان الورد منذ آلاف السنين، فأحبها وزرعها واستمتع بجمال منظرها وشم عطرها وأكل من بعضها فتلذذ بطعمها. إن أقدم الورد في التاريخ وأفضل أنواعها كانت مزروعة في حدائق بلاد الصين منذ آلاف السنين. ووردة الشاي الشهيرة هي إحدى هذه الورود التي انتشرت في أنحاء كثيرة من العالم، ولم تكن الورود محبوبة لجمالها وطيب عطرها، ولكن لفوائدها الطبية الكثيرة التي اكتشفها علماء الطب القدماء كابن سينا وابن النفيس والكندي والرازي، فضلا عن كونها مادة أولية في صناعة العطور. وهذا يفسر سر وجودها مجففة في حوانيت العطارين، فضلا عن كونها مادة أولية في صناعة العطور، وهذا يفسر سر وجودها مجففة في حوانيت العطارين. يهدي الناس باقاتها في الأعياد والمناسبات، ويضعون أكاليل الزهور حتى على قبور الموتى. واتخذ كثير من الناس زراعة الأنواع النادرة من الورد هواية، وتباهوا بحيازتها وأقاموا لها المعارض. وأصبح تنسيق الورد والأزهار فناً يتعلمه الناس في مدارس خاصة، وأنشأ بعضهم مشاتل واسعة لإنتاجها وتسويقها وتصويرها. ما أجمل أن نزرع ما شئنا من الورد في حقولنا وشوارعنا وبيوتنا، لنجعل من وطننا حديقة كبيرة لنعبر له عن وفائنا وحبنا لشعبنا المتآلف المتآخي. طبعا إذا أردنا أن نستخرج العناصر أو الأفكار الفرعية في هذا النص، نجد فكرتين أساسيتين في هذا النص. الفكرة الأولى هي اهتمام الإنسان بالورد منذ القدم، وأيضا الحديث عن وردة الشاي الشهيرة والفوائد المستخرجة منها. إذن الأفكار: 1.
واثنين. واحد هي اهتمام الإنسان بالورد منذ أقدم العصور. أما الفكرة الثانية وهي الفكرة أيضا من الأفكار الدرس الرئيسية هي فكرة الحديث عن زهرة الشاي وفوائدها. أما إذا أردنا أن نتناول الفكرة الأساسية لهذا النص هي الحديث عن الورد بشكل عام وفوائده. الفكرة العامة هي الحديث عن الورد وفوائده. هذا بالنسبة للنص. الآن ننتقل إلى شرح بعض المفردات الموجودة في النص. فمثلا كلمة الشكات، الشكات جمع مفرده شاك، من يبدي شكواه، وبمعنى آخر هو الشخص المريض. النديم هو الرفيق والصاحب على الشراب أو المسامر. الآس شجر دائم الخضرة أبيض الزهر أو وردية، وهو شجر معروف في منطقتنا السورية. ناصع بمعنى صافي ونقي. هذا ما يتعلق بدرسنا لهذا اليوم حول الورد وما يتعلق به، ولكم جزيل الشكر أعزائي الطلبة.